بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المشاهدين، مشاهدي قناة الرياضية الكرام، أرحب بكم في هذا البث التلفزيوني المباشر من هنا من مدينة برشيد، وبالضبط من الملعب البلدي أين يستقبل نادي يوسفية برشيد ضيفه الرجاء الرياضي برسم منافسات الجولة الأولى من البطولة الاحترافية إنويا القسم الأول في هذا الموسم الجديد بالقمصان باللون الأسود والأخضر. الحكم يعطي الانطلاقة، ينطلق الشوط الأول وتنطلق معه فرص ومحاولات كلا ناديين. المغرب الرياضي الفاسي هناك بمدينة فاس، هنا فرصة، المحاولة الأولى ضربة رأسية والهدف الأول. جول في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، ينجح من خلالها أبناء مدينة برشيد في الحصول على الأسبقية والتقدم. هنا الإعادة، هنا اللقطة، ضربة رأسية من عبد العزيز حمزاوي الذي أسكن الكرة الشباك مغالطا حارس المرمى أنس الزنيتي الذي لم يتمكن من التصدي ولم يجد أي حل في اللقطة الماضية. الذي يعيدها لحارس المرمى أشرف الهلالي، كرة طويلة من الهلالي باحثا عن عبد العزيز، الكرة وصلت لعبد العزيز كنقد الركنية والتنفيذ في منطقة الجزاء. ما زالت الفرصة متواصلة ومستمرة. خفيفي يسدد بين يدي حارس بالعمري، كرة في وسط الملعب، روجي التوغولي، كرة طويلة من التوغولي في الجهة اليمنى دائما لنادي الرجاء الرياضي الذي يجد الكثير من الصعوبات في الوصول، ينجح في الوصول. نعم، وجد الكثير من الصعوبات، لكن في الدقيقة 37 ينجح نوفل الزرهوني في إيجاد الحل. هنا الإعادة، هنا اللقطة، هنا الفرصة، وصلت الكرة لنوفل بعد عرضية من يسري، ينجح في مغالطة حارس المرمى أشرف الهلالي تقريبا بنفس الطريقة التي سجل من خلالها عبد العزيز الهدف الأول لنادي يوسفية برشيد. تصبح النتيجة هدف لكل فريق قبل دقائق قليلة. فرصة، محاولة، التصويب، حارس المرمى ينجح. هدف لكل فريق. هنا اللقطة الماضية وهنا الفرصة الماضية، تسديدة وجدت حارس المرمى أشرف الهلالي، تسديدة زكريا الوردي كانت بالقدم اليسرى بقوة لكنها روجي أولو. يوسف بالعمري، العرضية من بالعمري في منطقة الجزاء، التسديد، الهدف الثاني لنادي الرجاء الرياضي. زكريا الوردي مع بداية الشوط ينجح بالنسبة لنادي الرجاء الرياضي الوصول لمرمى يوسفية برشيد مع بداية الشوط. هنا اللقطة، العرضية من يوسف بالعمري، وصلت الكرة لزكريا الذي كان متواجدا في المكان المناسب، يسدد بقوة، لم يترك أي فرصة لحارس المرمى للتصدي أو إبعاد الكرة بعيدا عن الخشبات الثلاث. هنا اللقطة، هنا الفرصة وهنا المحاولة. هدف أول لنادي الرجاء. روجي محمد الزريدة، فرصة لنادي الرجاء الرياضي، إمكانية التسجيل، ينجحون في التسجيل للمرة الثالثة في مقابلة اليوم، لكن الهدف يلغى لتظل النتيجة يوسفية برشيد. هنا اللقطة الماضية، فرصة أخرى من فرص نادي الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي يبحث التصويب، تسديدة فوق العارضة، ركلة
تنفذ الركنية، حارس المرمى في منطقة الجزاء، الهدف في منطقة الجزاء، جول! الهدف الثالث لنادي الرجاء الرياضي. ينجح زكريا الوردي في الوصول للمرة الثالثة لمرمى الحارس أشرف الهلالي. الهدف الثالث لفائدة ولمصلحة الوردي، يتلقى البطاقة الصفراء. هنا اللقطة الماضية تسديدة بالقدم اليسرى لا تصد ولا ترد. تسديدة بالقدم اليسرى لا تصد ولا ترد. أشرف الهلالي لم يجد أي حل يواصل نادي الرجاء الرياضي يتقدم على مستوى النتيجة ويقترب أكثر من الظفر ومن الحصول.